من سنة تقريبا سامسونج نزلت ال A15 وال A25، وكانت المفاجأة إن سامسونج جالاكسي A15 يستحوذ على السوق المصري عشان كان بيقدم تقريبا أفضل قيمة مقابل السعر، وعشان كده الموبايل ده مطلوب جدا ومرغوب، ولحد دلوقتي بيتباع منه كتير لأنه بيجي بمواصفات ممتازة مقابل سعر كويس، وهو 7000 جنيه تقريبا، والسعر ده طبعا بتاريخ الفيديو اللي هيظهر لك على الشاشة. إن شاء الله في فيديو النهاردة جاي أقول لك مميزات وعيوب سامسونج A15، ولو عايز تشوف محتويات العلبة بالكامل هتلاقي فيديو الانبوكسنج على القناة. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد مع سامسونج A15. واول حاجه بنبدا بيها كالعاده هي التصميم. تصميم الموبايل نفس فكره سامسونج الرائده اللي بيجي بتصميم الكاميرا الثلاثيه الشيك من وجهه نظري، وسامسونج ثابته على التصاميم دي بقالها كتير، هي بس كل اللي بتغيره في كل فئه الخامات، لان الخامات هنا في الموبايل بتيجي من البلاستيك بالكامل، ولكن مش هتحس بده قوي لان الموبايل متقفل بطريقه كويسه، وعلى الرغم من ان الخامات بلاستيك الا ان في ميزه كويسه ان الموبايل بيدعم خاصيه ال NFC. اللي اتغير في التصميم هنا عن السابق هي الحواف، لان الحواف هنا انت لو ركزت معايا هتلاقيها جت فلات على عكس السابق اللي كان بتيجي منحنيه، وبمناسبه الاطار هتلاقي عليه ستيكر بسيط كده بيطلع معانا من العلبه عشان يقدر يحافظ عليه بقدر الامكان، مع انهم لو كانوا حطوا جراب مع الموبايل كان هيبقى افضل، او يحطوا سكرين حتى على الشاشه. مش هتلاقي اي انحناءات في الاطار زي ما قلت لك الا عند الجزء الخاص بزراير التحكم بالصوت وزرار الباور، اللي بالمناسبه بيجي مدمج فيه البصمه اللي بتشتغل بكل كفاءه بجانب بصمه الوجه الفيس انلوك. في اطار الموبايل من فوق هتلاقي المايك الخاص بالعزل، اما في الاطار من اليسار هنلاقي منفذ الشريحه اللي بيدعم تركيب شريحتين اتصال، بس مش هتعرف تحط معاهم ميموري خارجي لوحده. انت هنا معاك حل من الاتنين، يا اما تحط شريحتين اتصال مع بعض وكل واحده في اتجاه، او تحط شريحه اتصال في اتجاه وميموري خارجي بمنفذ لوحده، وطبعا هتتنازل عن الخط التاني. بس كده كده ممكن ما تحتاجش الميموري خارجي لان الموبايل معاك بيبدأ من اول 128 جيجا لحد نسخة ال 256. في الإطار بقى من الأسفل هتلاقي معاك السماعة الخارجية اللي بتيجي في الخط المستقيم ده اللي صوتها عالي ولكن للأسف أحادية مش ستيريو. بعد كده معانا منفذ الشحن التايب سي والمايك الخارجي الأول، وأخيرا منفذ ال 3.5 ملم عشان سماعات الهاند فري، مع إنك مش هتلاقيها موجودة معاك في العلبة، وتقدر تشوف فيديو الأنبوكسنج على القناة. تصميم الموبايل جميل وعاجبني ويشد أي حد ممكن يبص على الموبايل، كمان حجم الموبايل وأبعاده في الإيد مريحة لأن الموبايل ده مش بيجي كبير زي موبايلات الفئة السعرية دي. يعني مثلا لو قارنته بموبايل زي ريدمي 13 هتاخد بالك اكيد من فرق الحجم الواضح في ايدينا، وكمان لو هنقارنه بموبايل زي سامسونج A25 برضو هتلاقيه قريب منه في الحجم، لذلك الموبايل حجمه صغير وكويس وسهل المسكه في الايد. وطبعا على الرغم من ان حجمه كويس الا ان وزنه برضو فوق المتوسط لانه بيجي ب 200 جرام تقريبا، بيخليك تحس انك ماسك موبايل مش اقتصادي، بالعكس انت ماسك موبايل تقيل بشكل حلو وبمسكه كويسه، وكل ده بيديك احساس انك ماسك موبايل في فئه سعريه اعلى من كده، وانا شايف ان دي نقطه ايجابيه في التصميم. مش عايزين نتكلم كتير عن التصميم لانه في النهايه بيرجع للذوق الشخصي، ولكن برضو التصميم قدامك اهو، وتقدر تقول لي رايك في التعليقات، عشان من هنا ننتقل للنقطه التانيه معانا وهي الشاشه اللي انا شايفها افضل نقطه في الموبايل، لان سامسونج A15 بيجي بشاشه سوبر اموليد بحجم 6.5 انش مع شكل النوتش المعتاد من سامسونج. عايز اقول لك ان دي يمكن تكون افضل شاشه في الفئه الاقتصاديه، وبقول لك كده لانها بتيجي زي ما قلت لك سوبر اموليد، وكل الموبايلات اللي في فئته الاقتصاديه بتيجي IPS عادي جدا. كمان ضيف ميزه هنا ان الشاشه بتيجي فول اتش دي بلس مع دقه 2340 في 1080 مع سطوع بيوصل معاك لحد 800 نتس، والرقم ده اكبر من موبايلات كتير في فئته السعريه، فيعني ما تقلقش. ومع انك ممكن تحس ان الرقم ده مش الافضل في فئته السعريه، لكن احب اقول لك ان الشاشه دي فعلا مقابل الجوده اللي فيها هتحس ان ال 800 نتس هنا اكبر من المنافسين، لان جربت السطوع فلقيته ممتاز وعملي وهيعجبك تحت اي ظرف من ظروف الاضاءه. الشاشه عجباني جدا في الموبايل، وعلى الرغم من ان التردد مش 120، هو هنا بس بيجي معاك 90 هرتز، ولكن بتاخد ال 90 كاملين بكل سلاسه واعتماديه على عكس كل الموبايلات اللي فاتوا، لان احنا شفنا من كام يوم موبايلات نزلت جديده مؤخرا من شاومي زي ريدمي 14 سي اللي هتلاقي مراجعته الكامله على القناه، قالوا لك ان الموبايل بيجي 120 هرتز، ولكن مع التجربه كان ساعات مش بيوصل لل 120 او حتى ال 90. اما سامسونج A15 هنا بينجح انه يقدم لك شاشه مبهره بالوان جذابه بستايل مريح للعين يخليك تحب انك تمسك الموبايل ده وقت طويل، ولكن اكيد الحلو مش هيكمل بنسبه 100% لان الشاشه هنا على الرغم من جمالها الا ان سامسونج مبوظاها
ببظاها بالحواف الكبيرة اللي بتيجي بشكل ملحوظ. ولو قارنت الحواف هنا في الموبايل ده مع موبايل زي ريدمي 13 اللي ظاهر قدامنا دلوقتي، هتلاقي الحواف بتاعته اقل. مش عارف، مع ان سامسونج اكتر ناس بتعرف تعمل شاشات ومع ذلك عامله لنا برضو الحواف الكبيرة. ولكن هنا في ناس ممكن تتقبل الموضوع ده عادي جدا، وفي الاخر عينيك بتاخد على الموضوع ده بكل بساطة، وساعتها تجربة الشاشة مبقاش فيها اي مشكلة. بس انا حبيت اوضح لك لان النقطة دي ما عجبتنيش. كمان في حاجة سلبية تانية، وهي ان الشاشة على الرغم من انها سوبر اموليد الا اننا كنا ممكن نلاقي البصمة موجودة تحت الشاشة، ولكن هنا ما حصلش. سامسونج بتوفر بقدر الامكان وعملت لنا البصمة موجودة في زرار الباور. كمان في سلبية تانية بخصوص ان الشاشة تكون سوبر اموليد، المفروض نلاقي خاصية الاولوز اون ديسبلاي، ولكن برضه هنا مش هتلاقيها موجودة في الموبايل، لان برضه سامسونج عندها كده فكرة ان الموبايل ده في الفئة الاقتصادية يبقى ما نديهوش كل المميزات، والا هو هيفرق ايه عن الموبايلات العالية. عشان كده في نهاية النقطة دي بقول لك ان الشاشة كتصفح وتنقل بين التطبيقات وجودة مشاهدة الفيديوهات شاشة 100 100 وفوق الممتازة. كمان مع ال 90 هرتز هتاخد اعتمادية ملحوظة بغض النظر عن الكام عيب اللي ذكرتهم لك. ومن هنا نتخطى نقطة الشاشة وننتقل معانا للنقطة الثالثة وهي الأداء. سامسونج A15 بيجي مع معالج من نوع هيليو G99 الغني عن التعريف، واكيد شفنا المعالج ده في موبايلات كتير كانوا اعتمادي وقوي جدا بما فيه الكفاية، بل مفيش منه اي مشاكل. معالج يدوم معاك لوقت طويل، وبقول لك كده عشان سامسونج هتقدم لك تحديثات في الموبايل ده لحد 4 سنين تقريبا قدام، عشان تبقى مطمن طول ما انت معاك الموبايل ده. وعشان تطمن اكتر، الموبايل مش بيسخن ومش بيقلل الاطارات اثناء الاستخدام المكثف. كمان بالاضافه لمعالج رسومي مالي G57 MC2، وبالمناسبه ده هتلاقيه موجود في سامسونج A24 وكمان ريلمي 11. والمعالجات دي هتقدم لك تجربه العاب ممتازه واعتماديه، وده بفضل الرامات برضو اللي معاك 6 ومعاك 8، وتقدر من خاصيه الرام بلس انك تزودهم من خلال السوفت وير لحد كمان 6 جيجا اضافيين. الموبايل في المهام اليوميه زي التصفح والتنقل بين التطبيقات عملي جدا، مفيهوش اي مشاكل، وتقدر تعتمد عليه لمده 2 أو 3 قدام عادي جدا، مفيش اي مشكله. بيدعم جميع المستشعرات زي التسارع والتقارب والبوصله، ولكن للاسف مش بيدعم الجيروسكوب. صوت الموبايل ممتاز، ولكن زي ما قلت لك في البدايه انه احادي مش ستيريو، بس عالي ونقي وهيعجبك ومفيش منه اي مشكله. الواي فاي في الموبايل كويس، ولكن لو جربت تبعد عن الراوتر كتير مش هتاخد منه احسن تجربه، لان التكنولوجيا بتاعت الواي فاي هنا لسه ما زالت بتاعت الجيل السابق. اما الشبكات والاتصال في الموبايل فهي فوق الممتازه واعتماديه ومفيش منها اي مشكله، وبتشتغل تحت اي ظروف. كمان تقدر من خلال الموبايل انك تسجل المكالمات. الاداء ككل مرضي وعملي واعتمادي بدرجه فوق الممتازه. ولو بتسالني ارشح لك الموبايل ده من حيث الاداء او من حيث الشاشه السوبر اموليد، هقول لك بكل بساطه ارشحه لك بنسبه 100% في فئته السعريه. ننتقل بقى للنقطه الرابعه معانا وهي البطاريه والشحن. سامسونج A15 بيجي ببطاريه كبيره بسعه 5000 ملي امبير، هتقعد معاك اليوم كامل وزياده، يعني معاك 8 ساعات تقريبا استخدام متواصل على الشاشه دي. وده بيجي بفضل الاندرويد 14 الجديد وواجهه One UI 6 بتاعت سامسونج، اللي هيحاولوا بقدر الامكان ان هم يوفروا في الطاقه عشان تقدر تاخد استخدام مكثف للموبايل ده طول اليوم. كمان الموبايل بيدعم معاك شحن سريع بقدره 25 واط، وانا شايف ان الرقم ده كويس جدا جدا ومقبول. بس العيب هنا انك مش هتلاقي الشاحن ده معاك في العلبه، عشان كده هيبقى لازم انك تشتريه بشكل منفصل، واي شاحن معاك هيشتغل كويس. مش لازم تشتري شاحن سامسونج الاصلي، ممكن تشتري شاحن مثلا من انكر او من يو جرين، بس المهم انه يكون بيدعم شحن 25 واط بخاصيه البي دي تشارج، عشان لو استخدمت الشاحن ده يشحن لك الموبايل بالكامل في ساعه وربع لحد ساعه ونص تقريبا. نقطه البطاريه دي مفيش منها اي مشاكل. عشان كده هننتقل للنقطه الاخيره معانا وهي الكاميرات. سامسونج A15 بيجي بكاميرا اماميه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.0، بالاضافه لكاميرا خلفيه ثلاثيه اللي زي ما قلت لك بتيجي بشكل سامسونج المعتاد. الاولى 50 ميجا بفتحه عدسه f1.8 ودي الكاميرا الاساسيه، اما الثانيه بتيجي بدقه 5 ميجا بفتحه عدسه f2.2 ودي الخاصه بالتصوير الواسع، اما الثالثه والاخيره فبتيجي بدقه 2 ميجا بفتحه عدسه f2.4 ودي الخاصه بالتصوير الماكرو بالاضافه لفلاش ليد احادي. الصور في الموبايل كويسه والكاميرا ممتازة ومفيش منها أي مشاكل، بل بالعكس هتاخد منها دقة احترافية وهتحس إنك ماسك موبايل أعلى من سعره. الكلام ده ينطبق على الصورة اللي بتاخدها ب1x أو ب2x. دقة الألوان جميلة والحدة في الصورة كويسة، وهتعرف الكلام ده لما تنقل الصور اللي أنت هتاخدها من الموبايل ده لمكان تاني أو لشاشة أكبر. الموبايل بيعرف يفرق بين الألوان ويبدأ يوضحها بشكل كويس، وده واضح معانا في الصور اللي ظاهرة قدامك. كمان لما حاولت أجرب معاه اللون الأحمر عرف يميزه كويس ويبينه ويوضحه، على الرغم من إن في ألوان تانية داخلة معاه في الصورة، لكن هو بيعرف يميز الألوان بشكل كويس جدا، وده هينفعنا في التصوير تحت أي ظرف من ظروف الإضاءة. الصور هنا نقية واعتمادية وجميلة، وتقدر في أي وقت إنك تطلع الموبايل من جيبك تاخد به الصورة، مش هيزعلك في أي حاجة، سواء بقى كنت في إضاءة متوسطة أو في إضاءة عالية. وبس كل الحكاية اللي أنت محتاجها
فيها انك لو في تصوير ليلي جامد محتاج تشغل الفلاش، لانك مش هتاخد منه الصور المرضيه بالشكل الكافي. اللي عجبني لما عملت زوم بالموبايل في اكتر من وضعيه، الصوره مش بتتاثر وكانت واضحه وشارب بقدر الامكان، ومش هتلاقي فيها اي نويز خالص. وده واضح معانا في زراير الكيبورد اللي انت شايفها قدامك لما قربتها بشكل كبير. وزي ما كلمتك عن اللون الاحمر، بكلمك عن اللون الاسود اللي هتلاقيه واضح معانا ونقي، والموبايل قادر يتعرف عليه بشكل كويس عشان يديك افضل صوره ممكنه. تصوير الفيديو كمان كويس، بالاضافه انك معاك مايك خاص بالعزل. اللي مش كويس بس ان الموبايل مش بيدعم تصوير 4K لان اخره 1080، كمان مش بيدعم اي مثبت بصري. انت هتلاقيه كويس في الزوم معاك وكل حاجه، وبيظبط الالوان بقدر الامكان، لكن الاهتزازات مش هيتظبط معاك قوي. فحاول لما تصور فيديو انك تثبت الموبايل ده بقدر الامكان. الخلاصه بقى، اشتري الموبايل ده ولا ما اشتريهوش؟ انا لو مكانك وبفكر في موبايل كويس جدا في الفئه الاقتصاديه، هاخد الموبايل ده بكل بساطه، لان الموبايل هنا بينجح انه يقدم لك قيمه ممتازه مقابل السعر، والقيمه دي بتظهر في شاشته السوبر اموليد والاداء فوق الممتاز والبطاريه الاعتماديه بشكل كبير. في النهايه برضو الموبايل ده في فئه اقتصاديه، عشان كده بقول لك هو كقيمه مقابل سعر شايف انه بينجح جدا انه يقدم لك القيمه دي. عشان كده اكون وصلت معاك لنهايه الفيديو، اللي لو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك، ولو انت جديد معانا اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. شكرا على المشاهده، وشكرا 46 الف مشترك. مع السلامه.